رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى. السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم رح نعملكم معروض بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مشان ما حدا يروح يشتري من المحلات، كل واحد يستطيع يعمل معروض في البيت بمكونات بسيطة وموجودة بكل بيت. هون معنا كاسة حليب دافية، وراه منلحقه بكاسة مي دافية، كاسة إلا ربع سكر منضيف عليه، ربع كاسة زيت منعيف منه معلقتين بعدين بيلزمنا حوالي معلقتين هيك. وهلا منضيف عليه كيس خميرة فورية. بسم الله. وهلا منبلش نحركه لتختمر الخميرة. بعد ما ضفنا الخميرة، شوفوا شلون الخميرة اتخمرت. هلا هون معنا 5 كاسات طحين، راح نضيف عليه بالتدريج. بسم الله. بسم الله والطالحين الحمد لله الحمد لله أشكري أنت حدو أنا أنت بعد ما ضفنا حوالي 3 كاسات، هلا معنا هون رشة ملح نضيف عليه. وهي عنا الكاسة الرابعة. بعد ما ضفنا الكاسة الرابعة، هون معنا معلقة ونص من المحلب بطعمه بيعطي طعم كتير كويسة طيبة. وهون معنا الكاسة الخامسة، حطينا نص كاسة لنشوف العجينة لا تتجمع مع بعضها، مشان ما تصير قاسية كتير. إذا تصير قاسية كتير العجينة ما بتتنفخ مثل ما بدنا. حسب الطحين بفرق. بعد ما لمينا العجينة أخذت معي 4 كاسات وربع هيك شي. شوف هاي ضل زيادة منها شوي، حطيناها على طرف. هلا المعلقتين اللي زيادة عطناهن منلم العجينة فيها. هيك لمينا العجينة. وهلا هيك
وبنحطها على الوجه. بنجيب كيس بنحطه بقلب كيس، وهيك حطيناه بالكيس. وهلا بنحط عليه الملتيك وبنحطه على طرف ليتخمر 45 دقيقة. وبعد ما اختمرت الخميرة معنا العجينة، خلينا نشوف شلون صارت. ما شاء الله، شايفين؟ ما شاء الله ما شاء الله. وهلا بنحط شوية طحين مشان ما تلزق. بنجيب العجينة وهلا بنقطعه ل4 شقف. بعد ما قطعناه بنسويهم على شكل كرات. وهيك بإيدنا بنفتحهم. بعد ما مديناه هيك على شكل مدور بنشيله هيك وعلى الصينية. حطينا تحت ورق زبدة. وبعد ما شكلناهم بهيك شكل، هلا بنجيب كاسة لنشكل فيهم هيك اسطوانات. وهلا بعد ما شكلناهم هيك، هلا جبنا صفار بيضة وحليب بندهنهم فيه مشان يطلع اللون احمر. بعد ما دهناهم كلياتهم هيك هلا عنا سمسم بنرش عليهم. وهون في حب البركة حسب ما بتحبوا انتو. انا بحب حب البركة. وهيك بعد ما شكلناهم خالص، هلا بدنا ناخدهم على التخمير البخار على مي مغلية بالفرن. بنحطه تحت وبنحط هاي من فوق مشان يتخمروا شي 10-15 دقيقة وبعدين بنشغل الفرن. هون حطينا المي من تحت، مي مغلية عم يطلع منها بخار. وهلا بنحط المعروق بالطبقة الفوقانية وبنسكر الباب عليه وبنعيفه شي 15 دقيقة وبعدين بنشغل الفرن وبنشوف كيف بصير. بعد ما خمرناهن على البخار لنشوف شلون صاروا. ما شاء الله صايرين احسن من الاولي. وهلا بنحطهم فوق بنطالع المي. وهلا بنشغل الفرن وبنحطهم على الفرن
على حرارة 180. بعد ما حمينا الفرن هلا بنفتحه ونحط المعروف على طبقة الصينية ومنعيد وشي نص ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت الريحة، ما شاء الله على الريحة مثل ما شايفين يا أصدقاء. شوفوا اللون كتير كويس. وهلا بنحط عليه القطر ومنزينه بالجوز الهند. خليكم وهيك هلا بندهنه بالقطر. وبعد ما دهنا كلياتهم بالقطر نحط القطر على طرف وهلا بنرش عليهم جوز الهند. شي بسيط بس مشان يعطي منظر حلو. كيف شيف عمر. وبعد ما طالعناه من الفرن خليني اورجيكم شلون صار. شوفوا ما شاء الله كتير طري. شايفين معروف كويس كتير.